السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده هنشوف ازاي نخرج تابلت الثانويه العامه اللي هو التاب اي 7 من المنظومه. وزي ما انت شايف هنا احنا هنا واقفين على رساله الويلكم، تمام؟ زي ما انت شايف هنا، تمام؟ اتمنى ان الصوره تبقى واضحه. وعشان توصل الرساله دي انت محتاج تعمل فاكتور ريسيت، ولو عايز تعمل فاكتور ريسيت هسيب لك اللينك بتاع الفيديو في اول كومنت بالطريقه اللي انت ازاي تعمل فاكتور ريسيت، فشوف او في الديسكربشن عامه. وبدون كلام كتير خلينا نبدا بعد الانترو. اولا اتمنى ان الفيديو يبقى واضح. اول حاجه انت محتاج تعملها عزيزي المشاهد اللي انت تعمل ستارت كده وتوصل التابلت بنت، ولكن قبل ما توصله النت زي ما انت شايف اتمنى ان الموضوع يبقى واضح. اكسبت، تمام، مور، اوكي تمام. هنا هوصله بنت، ولكن قبل ما اوصله بنت عايز اقول لك ان انت وانت بتوصل في النت لازم ترجع بسرعه، دي محتاجه سرعه شويه، تمام؟ فخلينا كده نشوف. تمام، انا اتمنى بس ان الصوره تبقى واضحه، تمام؟ فهدوس على التيست 4 كي دي زي ما انت شايف وهكتب الباسورد. وانت بعد ما كتبت الباسورد كده هتدوس على السهم اللي تحت ده، تمام؟ وتجهز ايدك اللي انت تدوس على الزرار اللي بيرجع بسرعه جدا، تمام؟ فزي ما انت شايف انا هدوس هنا كونكت، وفي نفس الوقت هو مدايس كده بسرعه راجع، تمام؟ وزي ما انت شايف انا رجعت وهو بيوصل النت، تمام؟ زي ما انت شايف هو لقط النت فوق اهو، زي ما انت شايف اتمنى ان هي تكون واضحه. زي ما انت شايف هو لقط النت فوق، فكل حاجه كده تمام، كده احنا في السليم. فخلينا بقى ننتقل للمرحله اللي بعدها. المرحله بقى اللي بعدها يا معلم اللي انت هتدوس على الاكسسبيليتي، تمام؟ اللي هي خيارات التسهيلات او الحاجات زي كده، تمام؟ واول ما تدوس عليها كده، تمام، زي ما انت شايف هتفعل حاجه اسمها التوك باك. هتختار التوك باك اللي هي اول خيار ده او اول اختيار، تمام؟ هتدوس عليه كده وبعد كده هتفعله. زي ما انت شايف هتلاقيه مقفول، هتفعله، فهنفعله كده. واول ما تفعله هيبقى معاك بالشكل دوت. هتدوس على الاو، تمام؟ هتلاقي ان التابلت بدا يتكلم، تمام؟ هتدوس على زرار الرجوع، تمام؟ اولا عشان تقفل التوك باك عشان هي بتتكلم دلوقتي هتفضل دايس على الزرار اللي بيرجع فتره طويله، تمام؟ هتلاقي ان هو حدده، انا اسف لو الصوت بقى غلوش. وبعد كده هتدوس مرتين عليه عشان يرجع، تمام؟ هتدوس على الاو، تمام، مش مهم. وبعد كده هتدوس على التيرن اوف، دوس 3 مرات كده، تمام؟ وبعد كده هتدوس على تيرن اوف، تمام؟ فخلينا نختارها. وبعد كده هتدوس عليها 3 مرات او مرتين، تمام؟ اول ما دوست عليه مرتين هتلاقي ان التوك باك اتقفل، تمام؟ وبعد ما قفلتها هتروح على السيتنجز بتاعتها زي ما انت شايف فتحنا السيتنجز بالشكل ده. وبعد كده هتدوس على برايل كيبورد، تمام؟ فخلينا ندوس على البرايل كيبورد، تمام؟ واول ما يفتح معاك البرايل كيبورد بالشكل دوت اللي هو الشكل ده زي ما انت شايف كده هتدوس على سيت اب برايل كيبورد. اول ما تدوس على رساله السيت اب برايل كيبورد هتفتح معاك بالشكل ده، تمام؟ فهتدوس على كلمه الجي بورد او الجوجل عامه، تمام؟ انا مش فاكر الشكل الاسم بالظبط، ولكن هتدوس على الجي بورد زي ما انت شايف اللي هي الكلمه الزرقاء دي، تمام؟ اتمنى ان هي تكون واضحه، تمام؟ اول ما تدوس عليها يفتح معاك بالشكل ده، تمام؟ هنا انت هتضطر تعمل اكونت جيميل عادي جدا، يعني حاول اعمل اي حاجه اكونت عادي جدا وهم، تمام؟ هتدوس على ساين ان، تمام؟ زي ما انت شايف كده، تمام؟ واول ما يحمل هنا هتدوس على كرييت اكونت، تمام؟ فهندوس كرييت اكونت وهتكتب اي حاجه، نكتب اي حاجه هنا، تمام؟ ممكن نكتب، تمام؟ زي ما انت شايف انا كتبت اي حاجه هنا، وبعد كده هدوس على نيكست، تمام؟ هنا برضو اي حاجه، تمام؟ زي ما انت شايف هنا انا كتبت اي داتا يعني عادي جدا. وبعد ما كتبت الداتا وعملت التاريخ والوقت والديت والحاجات دي كلها تختار اي حاجه من هنا وبعد كده تدوس نيكست، يعني مثلا نختار اللي في النص دوت وبعد كده ندوس نيكست، تمام؟ الباسورد برضو اعمل اي حاجه زي ما انت شايف احنا عملنا باسورد هنا. لما تيجي لمرحله الفون نمبر او الرقم، تمام، هتعمل سكرول كده تحت هتنزل، تمام؟ وبعد كده هتدوس على اسكيب، تمام؟ زي ما انت شايف هتدوس على اسكيب، تمام؟ زي ما انت شايف بالشكل ده. وبعد كده هتدوس على نيكست، ولما تفتح معاك الرساله دي برضو هتعمل سكرول داون كده وتنزل تحت وبعد كده تدوس على اجري وتستنى لحد ما يحمل بالشكل ده. واول ما فتح معاك بالشكل دوت هيفتح معاك البلاي ستور، تمام؟ وكده انت ماشي معانا في الخطوه المطلوبه، تمام؟ اول ما تخش على البلاي ستور هتفتح الكروم عن طريق اللي انت تعمل سيرش كده في السيرش وتكتب كروم، تمام؟ هيجيب لك اول اختيار هو الكروم، هتختاره، تمام؟ واول ما تختاره هيفتح معاك بالشكل دوت وهتدوس على الكروم، تمام؟ وبعد كده هتدوس على اوبن، تمام؟ وتستنى لحد ما الكروم يفتح معاك. بعد كده هتدوس على اجري اند كونتينيو، تمام؟ دوس نو ثانكس، تمام؟ وتستنى لحد ما الكروم يفتح معاك. اول ما نخش على جوجل كروم بالشكل دوت هنكتب ايلاند اي بي كي، تمام؟ فهتكتب كده في السيرش وهتعمل سيرش، تمام؟ وهتختار اي حاجه من دول، يعني نزل اي اي بي كي، تمام؟ فانا هنزل من اي بي كي بيور، تمام؟ زي ما انت شايف هنا، وهننزل كده تحت، تمام؟ ونختار اي فيرجن منهم، تمام؟ فانا اختار اخر حاجه، تمام؟ نقفل الاعلان وبعد كده هندوس على تحميل ايلاند اي بي كي وهتعمل زي ما انت شايف اقول لك جري التنزيل وبعد كده هتدوس على داونلود اني واي. وزي ما انت شايف هتدوس على اوبن اول ما يخلص الداونلود وبعد كده هتدوس على السيتنجز وتفتح البرايفسي للجوجل كروم، تمام؟ زي ما انت شايف هنا هتفتح البرايفسي للجوجل كروم، فخليني كده نفتح البرايفسي، تمام؟ وهتدوس على انستول، تمام؟ ولكن قبل ما تدوس انستول احنا محتاجين نغير السيت اب لان المرحله الجايه انا محتاج اللي ابقى سريع فيها، فخلينا نغير السيت اب. زي ما انت شايف كده احنا وقفنا عند الحته بتاعه البرميشن للجوجل كروم، تمام؟ فقبل ما تدي برميشن للجوجل كروم اهم حاجه ان انت تكون سريع بقى في الحته دي. فاولا انا عايزك توصل يو اس بي للجهاز بتاعنا، تمام؟ فخلينا نوصله اليو اس بي،
تمام. وبعد ما وصلت له اليو اس بي تمام هتفتح حاجه اسمها سامسونج فريم وير تول او سام اف دبليو تول. تمام. الاداه دي هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن اللي انت تنزلها. تمام. فما تقلقش من اي حاجه. هتفتح الاداه دي كده وتتاكد ان هي قاريه التابلت بالشكل ده. تمام. بس ندوس نو. تمام. لو ما قريتش معاك التابلت بالشكل دوت هسيب لك جواها لينك اسمه سامسونج درايفر. تمام. هتفتح السامسونج درايفر ده وتنزله. تمام. ده بتاع تعريفات سامسونج والحاجات دي كلها. فهنرجع كده طالما قريت معانا يبقى مش محتاجين الدرايفر ده، فكده كله تمام. تمام. عايزك بقى تبقى سريع في الحته دي. فاول حاجه هتيجي عند جوجل كروم وتدي له البريميشن، وبعد ما تدي له البريميشن هتدوس على انستول ايلاند. ركز معايا بقى، انت محتاج سرعه في الحته دي، عايزك تفتح نيد فور سبيد كده. وبعد كده هتدوس على اوبن، بعد كده اكسبت وتستنى لحد ما يحمل. وخليك بسرعه لان الجهاز ممكن يتعمل له ديتكت ويقفل ويضطر ان انت تعمل له ريستارت وتعيد ده كله تاني. تمام. فيستحسن ان انت تبقى بسرعه يعني فاست انديد يعني، فاهم؟ تمام. وبعد كده اجري. اول ما يحمل معاك والشاشه دي تخلص استعد ان انت ترجع بسرعه جدا. تمام. زي ما انت شايف كده تقعد ترجع. تمام. ترجع تمام. ترجع تاني. تمام. ترجع تاني. اول ما يبقى معاك بالشكل دوت هتسحب لفوق كده لحد ما يجيب لك علامه الترس وتختارها. تمام. السيتنجز. تمام. تختارها كده. تمام. ويفتح معاك السيتنجز بالشكل دوت. تستنى لحد ما تفتح. تمام. وتنزل تحت بسرعه وتدوس على اباوت تابلت. تمام. سوفت وير انفورميشن. تمام. وتدوس على البيلد نمبر كده. تمام. لحد ما يقول لك الديفلوبر مود انيبلد وتفتح الديفلوبر مود. تمام. وتجيب اليو اس بي ديباجنج تفتحها كده وتدوس اوكي. وبعد كده في الاداه بتاعنا تدوس على ديسيبل نوكس. تمام. لازم تعملها بسرعه. تمام. وبعدين تدوس الاو. تمام. فالموضوع كده سريع في السريع يعني. تمام. زي ما انت شايف الاداه بتاعتنا بدات تشتغل. تمام. هتسيبها عادي جدا. هنا هتدوس الاو. تمام. اولويز. وبعد كده تدوس الاو. تمام. معلش اعذرني اني بقول تمام كتير. فالاداه شغاله معانا زي ما انت شايف بتجيب لك ديسيبلنج. تمام. زي ما انت شايف هتلاقي ان التابلت فتح معاك كده عادي. ما تعملش اي حاجه، تلمس التابلت، سيب كل حاجه عادي جدا. تمام. سيبه عادي جدا مفيش اي مشكله. عارف الموضوع ده، بس الموضوع ده انت محتاج فعلا ان انت تكون فيه سريع. تمام. وبعد كده هيقول لك دان وفاوند 10 باكج. تمام. كل حاجه كده تمام. وتستنى لحد ما التابلت يفتح معاك تاني. خلاصه الموضوع لو انت تهت مني اللي انت هتوصل اليو اس بي في التابلت. تمام. وتتاكد ان كله كده تمام وتفتح الاداه دي وتكون مجهزها. تمام. واول ما ترجع وتفتح الترس وتفتح اليو اس بي ديباجنج هتدوس على ديسيبل نوكس. الموضوع بسيط جدا. تمام. ونفتح التابلت كده وهنلاقي ان التابلت فتح معانا عادي، البلاي ستور اشتغل وكل حاجه اشتغلت. تمام. فهنلاقي ان التابلت بقى عادي معانا. تمام. ممكن نشيل الوصله دي. اي ممكن نسيب الوصله دي. تمام. زي ما انت شايف التابلت فتح معانا واشتغل عادي جدا مفيش اي حاجه. تمام. كله شغال. ممكن حتى نفتح الكول نعمل كول او اي حاجه. زي ما انت شايف شغال معاك عادي. تمام. خلينا نفتح الكاميرا مثلا. فين الكاميرا؟ تمام. بدنا نعمل الكاميرا الاماميه. تمام. وكده يكون التابلت فتح معانا وكله تمام في السليم. تمام. فاظن كده ان دوت اكتر دليل ان التابلت فتح معانا وكله شغال والدنيا بيس. تمام. حط بقى البلاي ستور وشيل الاكونت الجيميل اللي انت عملته والحاجات دي كلها وظبط الدنيا وكده التابلت يكون اتفتح. لو عايز ترجع التابلت للوزاره هتفتح السيتنجز بطريقه بسيطه جدا. تمام. وتنزل تحت وتدوس على اباوت تابلت وبعد كده هتدوس على ريسيت. تمام. وبعد ما تدوس على الريسيت هتدوس على فاكتوري داتا ريسيت. اول ما تدوس عليها هيرجع لك كل الداتا وهترجع للنظام تاني. وبدون كلام كتير لو الطريقه نفعت معاك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وبيس.